خريطة الاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية. زي ما حضراتكم عارفين إن مصر من أحسن الدول للاستثمار في القطاع العقاري لعوامل كتيرة جدا، عوامل جيوسياسية وعوامل جغرافية وعوامل أمنية بتخلي المستثمرين، عدد المستثمرين طبقا لآخر إحصائية في سنة من أول 2021 لسنة 2024 زاد بنسبة 36%. عشان حضراتكم عارفين إن المحيط بتاعنا قد إيه ملتهب وفي صراعات وحروب، فكتير جدا من الأجانب الغير مصريين سواء عرب أو أجانب بيجي يستثمروا في مصر عشان مصر فيها حرية تبادل الأموال، وتقدر تدخل بفلوسك وتطلع بفلوسك، وفيها استثمارات بتحقق أعلى عائد بيوصل ل 30 و40% في السنة في القطاع العقاري. أنا في الفيديو ده الحقيقة عايز أركز لحضراتكم أو أعمل لكم خريطة كده تمشوا بيها للناس اللي لسه جاية مصر وعايزة تستثمر في مصر. هقول لكم على بعض المعايير والمناطق اللي تمشوا عليها للاستثمار، وما تدوروش في مكان تاني لأن دي تعتبر أفضل وأحسن مناطق للاستثمار في القطاع العقاري. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. وخليني أقول لحضراتكم أول حاجة فيما يخص الاستثمار في القطاع العقاري. مصر مليون كيلو متر مربع، فيها حوالي 110 مليون مصري غير 11 مليون أجنبي عايش عليها أو عايش في أراضيها. توزيع الخريطة الخاصة بالتمدد العمراني في مصر واتجاهات والسكن والاستثمارات التجارية والإدارية. مبدئيا احنا عندنا 6 استثمارات في مصر فيما يخص العقار: استثمار سكني، استثمار سكني فندقي، استثمار تجاري، استثمار إداري، استثمار طبي، استثمار خاص بتشغيل الأموال في الاستثمار في أسهم في القطاعات العقارية او شراء اراضي او حاجات من هذا القبيل. فالست استثمارات للقطاع العقاري. طيب، النقطة الثانية، ما هي افضل المناطق لو انت جاي اول مرة تستثمر في مصر؟ ايه هي افضل المناطق ان انت تقدر تحط فيها فلوسك عشان تحقق 4 حاجات مهمين جدا. رقم واحد، اعلى ROI، اعلى ريتيرن اون انفست، اعلى ريتيرن اون ايكوتي، يعني اعلى معدل او عائد على الاستثمار سنويا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، في حالة إنك هتبيع الوحدة بتاعتك، البرايس ابريشيشن أو زيادة قيمة الوحدة في المناطق دي هي أعلى، بتوصل لغاية 30 و40% سنويا. النقطة الثالثة، الإيجار بعد الاستلام ما بيتلاقيش فيه صعوبة. النقطة الرابعة، توجه الشركات الكبيرة والناس اللي عايزة تسكن في أماكن راقية جدا بتبقى موجودة في المناطق دي. النقطة الخامسة، الاهتمام الخاص من الدولة أو الاهتمام الخاص من المطورين أو الاهتمام الخاص بالمستثمرين موجود في المناطق دي. النقطة السادسة، إنك أنت بتقدر إن أنت تحافظ على قيمة فلوسك وتزداد مع الوقت، تقدر توصلها ل 100% في خلال 4 سنوات. طيب، أول منطقة بتحقق فيها المعايير اللي قلت لحضراتكم عليها هي منطقة التجمع الخامس، ده على سكيل صغير، والقاهرة الجديدة على سكيل أكبر. يعني القاهرة الجديدة تظل من أفضل المناطق للاستثمار في القطاع العقاري. رقم 2، منطقة العاصمة الإدارية الجديدة تظل أفضل استثمار للقطاع العقاري. رقم 3، منطقة المستقبل أو مدينة المستقبل أو المستقبل سيتي، هي تعتبر من أفضل المناطق للاستثمار في القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية. رقم 4، منطقة أكتوبر. رقم 5، منطقة نيو زايد. رقم 6، منطقة الساحل الشمالي. رقم 7، منطقة العين السخنة. ال7 مناطق دول أحد أفضل المناطق للاستثمار في القطاع العقاري. في مناطق تانية بس دول أفضل المناطق للاستثمار في القطاع العقاري، بتحقق المعايير اللي قلت لحضراتكم عليها من شوية. حتى البراندات والشركات الكبيرة متواجدة في المنطقة دي. طيب، هعمل تقسيمه تانية لحضراتكم عشان اسهل على حضراتكم. اول يعني هنقسم الاستثمارات. احنا قلنا استثمار تجاري، اداري، سكني فندقي وطبي. افضل مكان في ال6 مناطق دول للاستثمار في القطاع التجاري منطقه التجمع الخامس او القاهره الجديده ومنطقه العاصمه الاداريه الجديده. في القطاع التجاري هم الافضل والاميز. افضل الاستثمارات في القطاع الاداري منطقه التجمع الخامس
والعاصمه الاداريه الجديده وبعض المناطق في اكتوبر، ده في القطاع الاداري. افضل المناطق للاستثمار في القطاع السكني منطقه العاصمه الاداريه الجديده، مدينه المستقبل، اكتوبر، التجمع الخامس. افضل استثمارات في القطاع الطبي منطقه التجمع الخامس، منطقه العاصمه الاداريه الجديده على المدى البعيد. افضل منطقه للاستثمار الساحلي العين السخنه او الساحل الشمالي الاول والعين السخنه. افضل استثمار للقطاع السكني الفندقي العاصمه الاداريه الجديده، لان مش هيبقى موجود في اي منطقه تانية. دي خريطه مبسطه انك انت تقدر تروح فين او ايه هي اميز المناطق للاستثمارات بشكل عام في جمهوريه مصر العربيه. طيب خليني برضو اقسمهم لك تقسيمه كمان بسيطه جدا. استثمار قريب المدى في القطاع السكني التجمع الخامس واكتوبر. استثمار بعيد المدى في القطاع السكني المستقبل سيتي والعاصمه وبعض المناطق في التجمع الخامس. استثمار قريب المدى في القطاع التجاري اكتوبر والتجمع الخامس، والقطاع الاداري اكتوبر والتجمع الخامس. استثمار بعيد المدى، بعيد المدى يعني بعد 4 إلى 5 سنوات، في القطاع التجاري والاداري العاصمه الاداريه الجديده وبعض المناطق في التجمع الخامس. طيب ازاي اختار المطور ومين هو افضل المطور وبناء على ايه والمعايير؟ لان كل المناطق اللي قلت عليها دي فيها اكتر من 640 مطور واخد قطعه ارض او مشروع بيبني سواء كومباوند او مول تجاري. بعض المعايير اللي لازم طبعا نتكلم انا وحضراتكم عشان اشرح لكم ازاي تختار وادل حضرتك على الاميز والافضل لك بناء على السعر اللي تقدر تاخد فيه يكون اميز. وهديك كده هغششك حته صغيره جدا قبل ما تفكر تتصل بيا. السكني في المناطق دي للشقق السكنيه متوسط 4-5 مليون جنيه اقساط على 7 سنين. التجاري المميز من 10-12 مليون جنيه وانت طالع. الاداري المميز من 5-6 مليون جنيه وانت طالع. السكني الفندقي المميز من 12-13 مليون جنيه وانت طالع. في الساحل او في السخنه مع البراندات عشان تاخد شاليه مميز مش اقل من 8-9 مليون جنيه وانت طالع اقساط على 6-7 سنوات. ولو في اي استفسارات تانية يشرفني ان انا اخدم حضراتكم، تقدروا تكلموني على ارقامي اللي على الواتساب او تتصلوا بيا مباشره. شكرا.